يا أهلا والله. الذكاء الاصطناعي هو المستقبل. طبعا الأشهر اللي راحت أكيد كلنا سمعنا عن الخدمة أو الموقع اللي اسمه شات جي بي تي. وهو طبعا الذكاء الاصطناعي اللي ممكن يحل لك أي مسألة أو أي شيء ما أنت فاهم فيه، راح يعطيك الإجابة حقته. وممكن حتى يسوي لك شيء اللي أنت تبغاه. فمثلا لو تبغى أكواد برمجية تطبيقات، لو تبغى شغلة معينة أو مسألة مثلا تحلها، كل شيء تبغاه راح طبعا يفيدك فيه. فهذا موقع طبعا اسمه روم جي بي تي، طبعا يعتمد على الذكاء الاصطناعي في الانتيريور ديزاينر. طبعا المصممين راح ينافسكم هذا الموقع. طبعا هو فكرته يعتمد على الذكاء الاصطناعي، تحط الغرفة اللي مثلا تبغى تأثثها ويعطيك طبعا نوع الأثاث المناسب على حسب التصميم اللي تبغاه مودرن أو تبغاه كلاسيك. زي ما انتم شايفين كل شيء تبغاه موجود هنا. أنا الآن مثلا طبعا من تحت تقدر تغير، تبغى الصالة، تبغى غرفة النوم، تبغى المطبخ، أي شيء. فأنا مثلا بجرب الحين على غرفة. اخترنا طبعا نوع التصميم اللي هو مودرن. الآن بنختار مثلا ودي مثلا أقترح أثاث لغرفة النوم مثلا. بعدها بختار صورة من ألبوم الكاميرا. زي ما انتم شايفين عندنا هذه الصورة، بضغط عليها الآن تم. زي ما انتم شايفين الحين قاعد بيعطيني تصميم مناسب لغرفة النوم. الآن بتطلع زي ما انتم شايفين. طبعا هذا شكل غرفة النوم بدون أي أثاث وبدون أي تصميم. الآن تحت بيطلع لي كل التصاميم زي ما أنتم شايفين. صراحة تصاميم رهيبة جدا. وطبعا تقدر تغير. الآن مثلا بغير، بخليها كلاسيك مثلا، ما أبغى ألترا مودرن أو مودرن. تصميم بخليه كلاسيك، وبعدها بختار الصورة نفسها. هذه هي. الآن يوز من فوق استخدام، وننتظر ثواني وبيعطينا على حسب شكل التصميم اللي احنا اخترناه. الآن بيطلع لنا الشكل والتصميم النهائي زي ما انتم شايفين.